المرة اللي فاتت عرفنا إزاي نسأل عن الوضع والمشكلة، بس فهمك للمشكلة لوحده مش كفاية، لازم تخلّي العميل هو اللي يحس إن عنده مشكلة ولازم يحلها دلوقتي، وده اللي هنتعلمه في الحلقة دي إن شاء الله. لو الموضوع كمل كده، شايف ممكن يضايقك في ايه؟ مؤثر على شغلك، على نومك؟ تفتكر لو زاد ممكن يعمل لك مشاكل اكبر؟ في الspin selling إحنا بنخاطب عقل العميل اللاواعي، بنعرّف العميل إن هو عنده مشكلة ولازم تتحل دلوقتي، ما ينفعش يتسكت عليها، وبنعمل كده من خلال إن إحنا بنخاطب عقل العميل اللاواعي، وبنركن عقله الواعي، لإن أنت لو شغّلت عقله الواعي قرار الشرا هيكون صعب، وممكن ما ياخدش أصلًا قرار الشرا، فأنت بتلعب على العقل اللاواعي عند العميل، وده من خلال الspin selling إنك الكلام مش هيبان لازم في مثال، يعني مثلا لو واحد جالك الصيدليه وهو عنده مشكله في النوم مش بينام كويس، فهنمشيها خطوه خطوه معاه. عندنا حاجه الاس السيتويشن، ايه هو وضعه الحالي؟ اول ما يدخل عليك تساله له حضرتك بتعاني من صعوبه في النوم؟ انت من امتى مش بتنام؟ ولو نمت بتنام كام ساعه في اليوم؟ الغرض من السؤال هنا انك تعرف تفاصيل اكتر عن نمط نومه الحالي، هل هو بيسهر؟ هل في ضغط شغل؟ بياخد منبهات؟ السكيده لازم عنده مش مظبوطه؟ فانت سؤالك هنا عن السيتويشن عنده عشان تعرف المشكله إن الوضع الحالي اللي عنده ايه، وتطلع من الوضع اللي هو عنده بمشكله هو في حياته الشخصيه. لما يبقى عنده والمشكله اللي تطلع بيها دي تقول له خلي بالك قله النوم، مثلا هو عنده قله النوم، خلي بالك قله النوم دي بتاثر عليك، انك بتصحى مرهق والتركيز قليل فده بيأثر على الشغل. كده انت بتبدا تكتشف للعميل اللي قدامك ان هو عنده مشكله، والمشكله ديت هتاثر على يومه وعلى شغله وعلى دخله، فهو كده هيبدا العميل ان هو لازم ياخد اكشن، وهتبدا بقى تزود له المشكله اللي عنده بقى الامبليكيشن، انت تضخم له المشكله اللي عنده. خلي بالك ان جسمك لو ما خدش راحته الكافيه من النوم ممكن ياثر على المناعه، ياثر على المزاج، يزود التوتر، ممكن يعمل لك مش عارف ايه. تبدا بقى ايه انك لو انت سكت على الوضع اللي انت فيه ده هياثر ويعمل لك واحد اثنين ثلاثه. وطبعا الكلام ده ما ينفعش تقوله بالطريقه ولا لازم يبقى نبره صوتك لغه الجسد بتاعتك توحي له ان هو عنده مشكله ولازم تتحل دلوقتي. يعني في البياع الشاطر ان هو في مرحله في السبنسرنج ان هو في الاخر خالص بيخلي العميل هو اللي يطلب الدواء مش الدكتور اللي يعرض عليه الدواء. ده لو هو بقى ظابط البادي لانجوج بتاعته ونبره صوته وهو بيتكلم والسيناريو اللي هو بيعرض له عليه المشكله فيه، ده في الاخر العميل بيشتري يقول له لا انا عاوز احل المشكله دي. قول لي انت منتج عشان يحل المشكله من غير ما انت اللي تعرض عليه منتج يحل المشكله. عشان كده في ناس بتستخدم حاجات طبيعيه، بس يعني مثلا الكلام ده بقى بيستعملوه، بتلاقيهم لو بصيت على اعلانات الاشوجندا والستيفن جونسون والحاجات ديت بتلاقيهم بيلعبوا على الحته دي، ان هو الناس بدات تستخدم حاجات زي ميلاتونين عشان يظبط الساعه البيولوجيه من غير ما يسبب ادمان او خمول، وتبدا بس تتكلم وتشرح عن المنتج. تفتكر في حل بسيط يريحك من كل ده؟ تحب تجرب حاجه تساعدك تنام مرتاح؟ لو الالتهاب ده راح هتحس بفرق. يا ريت. هنا العميل يبدا يطلب الحل بنفسه بدون ضغط، بدون شرح كتير. ده تكمله للسبنسرنج، ان انت بعد ما خلاص شرحت للعميل وخليت للعميل ان هو خلاص عنده مشكله لازم تتحل دلوقتي ولازم ياخد دواء عشان يحل المشكله اللي عنده دي، بيبدا هو اللي يطلب الدواء من الدكتور مش الدكتور اللي يعرض عليه الدواء. يعني مثلا في المثال السابق لما هو بيقول له ان انا بقالي 3 ايام ما بنامش، المفروض الدكتور لما يجي يقول له يا نهار بقالك 3 ايام ما بتنامش، يعني انت في الشغل مش مظبط، ما ينفعش تعمل تاسكات، مش عارف ما ينفعش تعمل فاهم. فانك تبين له انك مصدوم انك ازاي اصلا بقى 3 ايام ساكت على نفسك. فانت بنبره صوتك بحركه بالبادي لانجوج بتاعتك بالسيناريو والكلام اللي انت هتقوله له هتخليه هتخلي عقله اللاواعي يقول لا ده انت لازم تاخد قرار تفتكر في دلوقتي، حل لازم بسيط تشتري يريحك حاجه من كل ده؟ دلوقتي. تحب تجرب حاجه تساعدك تنام بس مرتاح؟ برضه لو ما الالتهاب ده تخليش راح انك هتحس بفرق. متصنع، هنا الموضوع العميل العميل لو يبدا باين يطلب انك الحل بنفسه بدون بتتصنع ضغط، بدون يبقى شرح هو كتير. لقط انك بتتصنع كده، انت بتشغل عقله الواعي وهيبان هو يقول لك ده راجل نصاب وانا مش هتعامل معاه بعد كده. فهو الموضوع هنا محتاج تعود. يعني احنا دلوقتي المفروض ان احنا اتكلمنا عن السبنسنج، ادي لنفسك من اسبوع لاسبوعين تبدا تدرب نفسك وتتعود مع العملاء اللي هتدخل عليك الصيدليه على السبنسنج. خلصت السبنسنج وحسيت ان انت خلاص بقيت متمكن منها، خش على التكنيكس اللي بعده ساندوتش تكنيك، برضه خد اسبوع اسبوعين ما ظبطش وخد ظبط معاك خش على اللي بعده فاب ابروتش. انت كده لانك عمرك ما هتتعلم كل التكنيكس مره واحده، انت هتاخدها تكنيكس وتاخد تكنيكس تدرب نفسك عليه في الصيدليه في اسبوع اسبوعين، وبعد كده انقل على التكنيكس اللي بعده. انا شخصيا لحد دلوقتي بعمل كده، يعني انا في التكنيكس دي كلها لسه مش متدرب عليها، انا بدرب نفسي واحده واحده، وانت المفروض تعمل كده. ده تدريب عن السبين سيلينج، مين فينا مش بيبيع مالتي فيتامين كل يوم؟ فدي حاجه بسيطه، فانت درب نفسك ازاي تبيع المالتي فيتامين بالسبين سيلينج. حاول تتخيل سيناريو وتجهز سكريبت تقوله للعميل عن المالتي فيتامين. والله لو عطلت خالص ممكن تستعمل الشات جي بي تي او جيميناي بحيث ان هو يكتب لك سكريبت وتبدا تعرضه انت على العميل لو هي عطلانه معاك خالص، بحيث ان انت مع الوقت هتبدا انك تتخيل السيناريو والكلام اللي هتقوله للعميل انت تلقائي انت هتقوله ايه بنفسك من غير ما ترجع بقى تبقى كاتب سكريبت او ترجع للشات جي بي تي. انت لو دربت نفسك فتره بسيطه هتلاقيك مع الوقت بتتكلم العميل بالطريقه دي. وبالتوفيق يا شباب، لو عجبك المحتوى اعمل فولو عشان تتابع الحلقات اول ما تنزل.